مشاهدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ومعانا صوت اوبرالي جميل احترفت الغناء على يد الموسيقار احمد الجمل. معانا الجميله مها ضاحي، نورتيني. اهلا بيكي. مبسوطه قوي ان انت معايا النهارده. وانا والله. طبعا قبل الفاصل عبال اقول معايا صوت اوبرالي جميل احترفت الغناء على يد الموسيقار احمد الجمل. احكي لي ايه الموضوع او بدايه الاحتراف بتاعك كان ازاي؟ بدايتها كانت من ثانوي، ابتديت اعمل حفلات ايتام واظهر في حفلات. بعد كده في الجامعه اتعرفت. اشمعنى حفلات الايتام بالتخصيص او بالتحديد اللي انت؟ علشان كان في المدرسه على طول بيعملوا رحلات مدرسيه لكذا دار ايتام وكده، فمن هنا بقى كنت بغني. تمام. بس لما دخلت الجامعه بقى اتعرفت، كنت بروح الاوبرا. بس الموهبه ظهرت عليكي من امتى؟ من وانت صغيره؟ لا، طفله؟ من وانا صغيره. كنت ايه اللي كان بيحصل بقى؟ احكي لي. كنت مصدعاهم. مين اكتشفك في البيت ان انت عندك الموهبه او الصوت الجميل؟ والدتي صوتها حلو جدا. يعني ده وراثه. على طول بقى مشغله ام كلثوم وعبد الوهاب في البيت، وانا بقى اول اغنيه غنيتها سيره الحب لام كلثوم. دي اول اغنيه وانت طفله؟ وانا طفله. عشان كنت بسمعها كتير. جميل. في البيت. تمام. ايه موضوع بقى تجربتك في التمثيل اللي انت دخلتي فيها وفيلم عذرا الموج عالي؟ احكي لي بقى موضوع الفيلم ده وايه موضوع التمثيل معاكي؟ الفيلم اصلا لفت نظري علشان بيتكلم عن الهجره غير شرعيه. تمام. انا دوري طالعه بنت بتحب ولد من صغرهم لحد ما بقى عندي 28 سنه وهو 30 سنه. يعني من انتوا اطفال؟ من واحنا اطفال. جميل. دخلنا مدرسه سوا وجامعه سوا وكده. بعد كده اول ما اتخرجنا كل ما يقدم في شغل يقول له عاوز خبره 3 سنين 5 سنين. مفيش وظايف. مفيش وظايف. بيناقش كذا حاجه. من ضمن الحاجات دي اللي ادت للهجره غير شرعيه. اسبابها. من ضمن الاسباب دي اللي هي ادت ان هو يسافر ويهاجر هجره غير شرعيه. كل حاجه بقى بتتقفل في وشه، يعني مش لاقي شغل. وهيجيب لك خبره 5 سنين منين وهو لسه متخرج؟ مفيش. مطلوب خبره. بس انا اهلي بقى بيغصبوني على حد تاني، على حد مقتدر تاني. مقتدر ماديا. وهو بقى بيضطر يهاجر، وكالعاده طبعا بيموت في البحر كده يعني نفس الحكاوي اللي احنا بنسمعها دايما، الهجره الغير الشرعيه اللي في الاخر بيطلع من البحر جثه. هتسمعيني ايه بقى وتسمعي المشاهدين دلوقتي؟ نسمع حاجه الانغام. نسمع حاجه الانغام. خايفين تقولوا فاكر لحنله واشتاق، هو احنا بينا ايه؟ كل اللي بينا فراق. خايفين تقولوا فاكر لحنله واشتاق، هو احنا بينا ايه؟ كل اللي بينا فراق. ممكن في يوم في يومين، ممكن بنظرة عين، ممكن في يوم في يومين، ممكن بنظرة عين نرجع سوا حبيبين. ما حصلش بينهم اي حاجة، هو حب ولا لسه؟ ما ظن سهل ينسى. سأل عليا، سأل عليا بإيه؟ سأل عليا بكلامه ولا عنيه؟ بس وتكونوا قلتوله سألت عليه ما جابش سيرتي. ما قالش حاجه. جميله. ألبومك الجديد دلوقتي اللي انتي بتحضري له، عايزه اعرف بقى ايه تفاصيله وايه مضمون الاغاني وكم اغنيه وصورتي منه كم اغنيه سنجل وايه؟ احكي لي بقى الموضوع كله. نزلت منه واحده في عيد الام اللي فات،
كان معايا فيها احمد سعيد نجم عرب ايدول. وكانت طالعه بدور الام الفنانه العظيمه هند عاكس. لها اغنيه سنجل، هي اغنيه الام. كنت منزلاها في يوم عيد الام. وبصراحه كانت وشها حلو عليا الاغنيه دي. كانت هي وش الخير عليكي. تمام. بعد كده عملت اغنيه شقاوه شويه اسمها هفكر فيك. تمام. بعد كده نزلت اغنيتين وطنيين، 2 وطنيه، واحده اوبريت. تمام. والتانية اسمها ام الحضاره. بس ولسه منزله من حوالي 3 اشهر اغنيه معموله على فيلم مسلسل الاسطوره اسمها سابني، اغنيه حزينه كده. بعد ما نزلتها على طول دلوقتي شغاله بقى في باقي الالبوم بتاعي. لا بس انت وعدتيني ان انت هتعملي لي انفراد باغنيه من اغاني الالبوم اللي هي عاملني بحنيه. الاغنيه دي ان شاء الله دي الاغنيه دي لكل البنات يا جماعه على فكره، فعلا عايزين تعملوا بحنيه. يلا سمعيني حاجه بقى. انا عايزه حبيبي لما غلط يجي يقول لي فداك، وساعتها اما انت هتغلط هتعامل بعدها عادي. حسسني بقيمة نفسي تلاقيني من غير ما تنادي، وعاملني كده بحنية تلاقيني واحدة رومانسية. لكن لو تقسى عليا عينك ما تشوفش النور. انا عايزة حبيبي لما اغلط يجي يقول لي فداكي. جميلة جميلة جميلة، امتعتيني وبصراحة رائعة. تسلمي يا. ايه موضوع بقى اللي انت دلوقتي بتعمليه الجديد؟ يعني ايه الجديد غير الالبوم اللي ممكن يكون؟ داخله فيلم اسمه الدوامه، برضو بيتكلم برضو عن مشكله برضو حاصله. يعني زي ايه بقى؟ ادينا بقى كده سياسه شويه. سياسه. ايه بيقول ايه؟ بيتكلم في ايه؟ مش عايزه احرقه دلوقتي، بس برضو هو موضوع برضو جامد زي عذرا الموجعي. برضو عذرا الموجعي نفس القصص برضو دي اللي هي نفس القصص دي. انا حابه القصص دي. انت بتحبي الحاجات دي، ليكي فكر في وعمق في اختيارك للافلام الروائيه. تمام. ايه الاغنيه بقى اللي كان وشها خير عليكي واللي اتشهرتي بيها مها ضاحي، اللي بتغنيها في كل حته؟ اما براوه. اول ما بدخل ضاحي في كل حته، اول ما بدخل اي مكان اما براوه. اما براوه. هتسمعينا اما براوه النهارده؟ سمعها لكم. طب انا اختم عشان خاطر تبقى هي دي اغنيه الختام يستمتعوا بيها مشاهدينا. خلاص كده خلصت حلقتنا، هنستمتع بقى مع مها ضاحي باغنيه اما براوه. يسعد مساءكم وتصبحوا على خير. أما براوة أما براوة دور حبيبي ترى آخر تراوة. أما براوة أما براوة دور حبيبي ترى آخر تراوة. قلت حبيبي ملانة عطشانة يانا، اروح له ولا اروح اشرب حدانا. قلت حبيبي ملانة
عطشانة يا أنا، أروح له ولا أروح أشرب حدانا، أروح له